بيبدأ الفيلم في شهر سبتمبر سنة 2022 بالقوات المسلحة وهي محاصرة العمارة دي، وبيخرج منها شخص غريب متحول اسمه تشا، وبيفضلوا يهددوه ان هو لو قرب منهم هيقتلوه، بس هو مش بيكون سامعهم خالص وبيفضل يمشي ناحيتهم لحد ما يضربوا عليه الرصاص كتير لكنه مش بيتأثر. فعلشان نعرف اللي حصل لازم نرجع بالزمن لورا وبنروح لشهر أغسطس سنة 2022، يعني قبل الأحداث اللي شفناها دي بشهر واحد، وبنشوف تشا طالب في الثانوية العامة لكنه بيعاني من مشكلة وهي الوحدة بعد ما ماتت كل عيلته في حادثة عربية وهو بس اللي طلع منها عايش. المهم تشا بنشوفه ماشي علشان رايح لشقته الجديدة، وبيقابل هناك حارس العمارة، وخليك فاكر بقى الراجل ده كويس، واللي بيسأله عن سبب وجوده في المكان ده، فبيرد عليه تشا ويقول له ان هو الساكن الجديد، لكن بنلاحظ ان تشا صوته واطي جدا ودي من علامات الشخصية الوحيدة او الانطوائية. وبيطلع تشا لشقته وبيقعد فيها، وفي لحظة كلها سكوت بيفكر هو ليه ما ينهيش حياته ويخلص من كل حاجة. على طول بيقوم تشا وبيقف فوق السور، بس قبل ما ينهي حياته ويرمي نفسه بياخد باله من بنت عمالة بترقص باليه، فبيعجب بيها وبتلفت انتباهه، وبعد ما عرف ان الدنيا لسه فيها امل بينزل من على السور. اما حارس العمارة فبنشوفه قاعد في اوضته وبتدخل عليه ست وبتقوله انها معاها وجبة سمك لكنها مش بتحب تاكله، فبتديها له وبيفضل الحارس يشكر فيها. ولما بيفتح العلبة بنشوف السمك شكله غريب وبيطلع ريحة بشعة، واول لما الحارس بيشم الريحة بيفضل مناخيره ينزف دم. ومن هنا بقى نقطة تحول العمارة كلها من بشر لوحوش، علشان بيتنقل لهم مرض بيقدر يحول البشر لوحوش. وبينزل تشا لشقته وبيقابل الحارس واللي بيطلب منه يكمل بياناته، لكن بيقلق تشا منه وبيحس بحاجة غريبة ناحيته، فبيدخل لشقته ومش بيتكلم معاه. وفي الوقت اللي بنشوف فيه سو نازلة من شقتها وبتقابل قدام الاسانسير ست غريبة حبتين، لانها بتتكلم معاها على ان معاها بنتها، لكن عربية الاطفال ما فيهاش بنات، فبتخاف منها سو مش بتركب معاها الاسانسير. وبيجي كام وبيقول لها انها ست غلبانه جدا لكنها اتصابت بالجنون بعد ما فقدت بنتها، وبيركبوا هما الاتنين الاسانسير بعدها وبيتعرفوا على بعض. ولما بيخرج كام بيخبط في كتف شخص غريب وبيكون ماسك في ايده كيس مليان لزق، فبيشك كام فيه وبالفعل شكه بيكون في محله. وبنشوف الشخص ده في شقته معذب واحد، فبيطفي السيجاره في بقه وبيمشي. وفي الوقت اللي تشا قاعد في شقته بتجيله رساله، وهي ان تم اختياره لتجربه لعبه جديده يوم 25 اغسطس، وخليك فاكر التاريخ ده كويس علشان تشا ناوي ينتحر فيه بعد الحدث. وبعد ما عدى اسبوع بيفتح تشا تليفونه وبيلاقي اصحابه عمالين بيتريقوا عليه لان لما اهله ماتوا ما راحش العزا بتاعهم ولا دفنهم، فبيفضلوا يتريقوا عليه وبيلقبوه بالوحيد. بعدها بنشوفه لسه صاحي من النوم والاكل بتاعه بيخلص، فبيخرج علشان يجيب اكل من تاني، ولكن يا ريته ما خرج عشان بيلاقي الشقه اللي جنبه خارج منها دم كتير جامد، فبيهرب بسرعه لشقته. وبعدها بتيجي واحده تخبط على الباب لكنه بيخاف يفتح لها وبيكلمها عن طريق التليفون وبتقول له انها كانت بره، ولما رجعت لقت شقتها كلها دم والقطه بتاعتها ميته، فبيحاول تشا يساعدها ويقول لها ان هو هيطلب الشرطه، لكن فجاه بتتحول لوحش وبتفضل تنزف دم كتير، فبيخرج تشا وراها عشان يقتلها، لكن بيقابل الشخص ده واللي كان اسمه سونج، وطبعا كان بيعذب في شخص من شويه، وبنعرف ان هو رجل عصابات خطير جامد. المهم بيقابل تشا على السلم وبيشوفه كده مليان دم وماسك عصايه، ومن كتر التوتر والخوف اللي تعرض له تشا بيقع من طوله من غير ما يحس. وبنشوف بقى سو قاعده في شقتها، لكن بيحصل نفس اللي حصل مع تشا، وبتيجي ست متحوله لوحش وبتطلب منها تفتح لها، لكن بيجي سونج وبينقذها. في الوقت اللي يون قاعده في شقتها وبيعرفها اخوها ان هو رايح لشغله، وبنلاحظ ان علاقتهم ببعض مش احسن حاجه. بعدها بيتحرك اخوها هيوك، ولما بينزل للدور الارضي بيلاقي كل الابواب بتاعه العماره مقفوله، وبيقابل تحت ليه وبيكونوا هما الاتنين متاخرين على شغلهم، فبيدخلوا لغرفه الحارس وبتحاول ليه انها تتصل بالشرطه بس الاشاره بتقطع، وواحد من السكان بيقدر ان هو يفتح باب العماره، لكن بيكون في شخص غريب واقف ورا الباب، وطبعا يا صديقي ده مش شخص عادي ومتحول لوحش. ولما بيفتحوا الباب بيدخل الوحش وبيقتل واحد من السكان بتوع العماره، وبيروح هيوك يجيب طفايه الحريق وبيفضل يرش على الوحش لحد ما يطلع لبره العماره. ولما الطفايه بتخلص بتيجي ليو وبتنط على الوحش بكل شجاعه وبتطلعه لبره، وبيحاول هيوكو ان هو يساعدها انها ترجع من تاني لجوه، وبيفضل ماسك الباب لحد ما تدخل، وعلى اخر لحظه بيقدر ينقذها من الوحش. وبيشوفوا سكان العماره قد ايه العالم بره مليان وحوش، اما تشافا بيكون واقف في الشباك وخايف من اللي بيحصل، وفجاه بينزف دم كتير جامد، وبنفهم من كده ان هو بدا يتحول لوحش زيهم. وبعدها بيبدا يفتكر لما كان في بيت اهله وكان قافل على نفسه الاوضه وعمال بيلعب على الكمبيوتر، وامه بتفضل تنادي عليه لكنه مش
مش بيرد عليها، وما كانش بيرد علشان مش عايز يطلع يتفسح معاهم. بعدها بنشوف ابوه وامه واخته في العربيه، وابوه بيكون زعلان جدا علشان ما جاش معاهم، وفجاه بينزف ابوه دم كتير، وفي اللحظه دي هي اللي بيتحول فيها لوحش وبيفقد وعيه، وبيخبط بالعربيه في عربيه تانية ضخمه، وبيروح تشا لقبرهم بعد ما اتدفنوا، وبيفضلوا الناس يلوموه لان هو ما كانش موجود في حاجه زي دي، لكنه بيتعصب عليهم وبيمشي. وبنرجع حاليا للحاضر وبنشوف سو وهم كده قاعدين مستنيين سونج، وتشا بيكون فاقد الوعي خالص، وفي الوقت اللي يون بتكون نازله على السلم، وطبعا هي ما تعرفش اي حاجه عن اللي حصل، فبتكون نازله عادي ومش خايفه، بس بتتكعبل وبتقع من على السلم. وبعدها بنشوف سونج نازل وبتقول له يون انه يمشي، وبتعرفه انها بخير، لكن فجاه بيهجم وحش على سونج بكل قوه وبيعضه، ولكن سونج رجل عصابات قوي وبيقدر ان هو يقضي على الوحش. وفي الوقت اللي سو زهقت من القعده جنب تشا، فبتخرج من الشقه وبتنزل على السلم، وبتقابل وحش بيهجم عليها، ولكن لحسن حظها بيبقى معاها عصايه بيسبول، فبتضربه في وشه وبتخلص عليه. وبيجي هيوكو بيعرفها انها لازم تبقى حريصه علشان ممكن تموت بسببهم، فبيصحى تاني الوحش وبيهجم عليهم، لكن كين بيطلع سيفه وبيخلص عليه للابد. بعدها بيوصل انذار لكل السكان ان في وباء منتشر في البلد، وبتحصل خناقه بين السكان علشان نصهم بيكون عايز يفضل في المدخل والنص التاني عايز يطلع للسطح. فبيدخل عليهم سونج وبيلاحظ اثار العض على كتفه، لحد ما بيروح واحد منهم مكهربه بالصاعق بعد 8 ساعات من اللي حصل. تشا وهيوك كل واحد فيهم بيكون في شقته، لكن الاتنين بيفكروا نفس التفكير، وكل واحد فيهم بيبدأ يبحث عن المرض، وبيلاقوا مقال مكتوب عن واحد مصاب بنفس الوباء. وبنعرف ان اللي بيتصاب بالوباء مش بيحس بأي حاجة غير ان هو دايما عايز ياكل. وفي اخر المقال بيقول الراجل انه هيقتل نفسه، وبينصح اي شخص هيقرأ المقال بان هو لو مصاب لازم يقتل نفسه على طول، لكن اللي هيقرر يعيش لازم ياخد باله من كام حاجة. لسوء حظهم النت بيقطع ومش بيعرفوا يكملوا المقال. بعدها بيسمع تشا صوت غريب بره، ولما بيفتح الباب بيدخل عليه وحش، ولحسن حظه الوحش ده هو اللي هيوك طير له نص دماغه، فبيكون وحش من غير عينين فمش بيشوف اي حاجة، وبيقدر تشا ان هو ما يطلعش اي صوت لحد ما الوحش بيطلع. في الوقت اللي سكان العمارة بيكونوا قلقانين من سونج جدا، فبيتطوع واحد منهم ان هو يدخل يقتله، وبالفعل بيدخل، ولكن سونج بيكون صاحي وبيتعامل معاه بطريقته. وبالنسبة لكام وسو فبيلاحظوا صوت غريب في أوضة سونج، فبيدخلوا بيلاقوا الشخص اللي سونج كان بيعذبه، ولما بيشوف كيم اللزق بيفتكر لما خبط في كتفه ووقع منه اللزق. بعدها بيساعدوا وبياخدوا معاهم، وبيشوفوا باقي الأماكن، وكمان يشوفوا شخص انتحر في شقته لأنه مصاب، وده اللي المفروض يعمله كل واحد مصاب. بنشوف تشا قاعد بيفكر في الانتحار، فبيسمع صوته وبيخرج يشوف مين من الشباك، لحد ما بيلاقي شخص بيحاول ينزل من على الشباك علشان باب العمارة مقفول، وبينزل من الشباك علشان يجيب أكل لأطفاله، لكن بيجي وحش وبيهجم عليه. ولما بيجي يهجم على الأطفال بيروح تشا يجيب حاجة تقيلة وبيرميها على الوحش، لكن بيطلع يهجم على تشا وبيكون خلاص هيموته، بس راس الوحش بتتقطع. وبيخرج تشا يشوف اللي حصل ويلاقي جاره هان هو اللي أنقذه. بعدها لسه تشا هيتكلم فبيشاور له هان علشان ما يتكلمش، وبيكتب له ان الوحوش دي بتيجي على الصوت، وبيطلب منه يتصل على الطوارئ ويسيب التليفون في شقته علشان قبل ما يرجع يعرف يطمن اذا كان في حد في شقته ولا لا. وبيجهز تشا نفسه علشان يروح ينقذ الاطفال، ولما بيروح لعند هان بيلاقيه شخص مقعد مش بيمشي، بس هان بيساعده وبيديله الاسلحه اللي ممكن يحتاجها لانقاذ الاطفال. فبيتحرك تشا لعندهم، بس بيقابل وحش في طريقه لحد ما يكهربه بالسلاح اللي صنعه هان. بعدها بيكمل طريقه، لما بيوصل للاطفال بيكونوا خايفين جامد وبيطلبوا منه ان هو ينقذ ابوهم، لكنه مش عارف يرد يقول لهم ايه. فبيعرفهم ان في واحد معاه اكل كتير جدا، وبيكون قصده بقى على هان، فبيخرجوا معاه، لكن فجأة تشا بيتحول لوحش، فبيطلب منهم يبعدوا عنه، وبيقفل باب اوضه على نفسه لحد ما بيجي وحش قوي جامد وضخم، فبيمسك تشا في رجله لحد ما الاطفال يهربوا. وبيوصل كيم وسو في الوقت المناسب وبيضربوا كيم بالسيف بتاعه، وبتقول له سو انهم لازم يحتجزوا تشا علشان يتحول قبل كده، بس بيعرفهم تشا ان هو وحش طيب جدا، وانه مش بيجوع ومش بيكون عايز ياكل اي حد، وهنعرف بعد شويه ليه. تشا وحش غير باقي الوحوش. بيوعدهم تشا ان هو هيفيدهم. بعدها بيروحوا هما التلاتة علشان يشوفوا الاطفال راحوا لفين في الوقت اللي الاطفال خايفين جامد فيه، وبيسمع صوتهم الوحش الضخم فبيروح ناحيتهم، لكن بيوصل الوحش اللي من غير عين، وبتبدا عركه بين الوحوش قويه جامد، والوحش الضخم بيفضل يضرب في الوحش التاني بكل قوته. وفي الوقت اللي سكان العماره قاعدين بيشوفوا لقاء صحفي مع رئيس المدينه، وبيحذرهم فيه من خطوره الوباء ده، وفجاه بينزف دم كتير وبيتحول هو كمان لوحش. اما الاطفال فبيفضلوا
بيفضلوا يزعقوا جامد ويخبطوا على الشقق، وبيسمعهم الوحش الضخم وبيجي عليهم على طول، لكن بيوصل كيم وبيضربه تاني بالسيف بتاعه، وبيهربوا الأطفال بسرعة لحد ما بتيجي ست متحولة وبتهجم على الوحش، فبيقوموا رايحين دول علشان يضربوه، وكيم بيخلي الوحش يجري وراه لحد ما بيخليه يقع من الشباك، وتشا بياخد الأطفال وبيروحوا لعند هان، وسو بتساعد الست، وبيتضح ان الست دي وحش مسالم برضه زي تشا. بعدها بنشوف هان مجمعهم على الأكل وبيحاول ان هو يلطف الجو كده، لكنهم بيكونوا زعلانين جامد على اللي حصل واللي لسه بيحصل. وبعدها بنشوف هيوك في غرفة الكاميرات، وبنعرف ان في وحش عنكبوتي في غرفة الكهرباء، وان ليه دخلت جوه وما طلعتش لحد دلوقتي. وبنعرف كمان ان هيوك كان عارف ان في وحش جوه لكن ما عرفهاش علشان ما تخافش وتدخل تفتح لهم النور من جوه. بعدها بنشوف سو بتصحي تشا عشان جه دوره في المراقبة، فبيطلب منها تشا ان هو لما يتحول لوحش تقتله على طول. وبالنسبة للسكان اللي تحت فبيتخانقوا مع صاحب المتجر عشان مش راضي يديهم اكل من غير اي فلوس، بس بيجي الشخص اللي كان سونج بيعذبه وبيكون معاه شنطة مليانة اكل وبيخليهم كلهم ياكلوا من غير ما يدفعوا. وتاني يوم الصبح بنشوف 2 من السكان عايزين يمشوا وبيفكروا انهم يخرجوا من باب المتجر ويركبوا عربية ويهربوا، في الوقت اللي هيوك بيتكلم في اللاسلكي وبيطلب من كل السكان اللي فوق انهم ينزلوا علشان يتكاتفوا ويتحدوا مع بعض. وبعدها بنشوف الست اللي بنتها لسه ما رجعتش لحد دلوقتي دخلت غرفة التحكم في الابواب وبتفتح الباب الرئيسي علشان الجي بي اس محدد مكان بنتها قريب من العمارة، وبيمنعوها سكان العمارة من انها تخرج، ولكن بتظهر بنتها فجأة قدام العمارة وبتكون مش عارفة تعدي. فبيروح لها واحد من السكان وهو جندي سابق في الجيش، بس لما بيروح لها بيجي وحش وبيخلص عليهم هما الاتنين. وبتنهار الست على فراق بنتها وبتجيب اللوم كله على هيوك لان هو كان رافض خروجها من العمارة. بعدها بنشوف سو وكيم متطوعين انهم ينزلوا للدور الاول، وبيعرفوا هان انهم لو لقوا الدور الاول امن هيرجعوا ياخدوهم، وبيطلب تشا منهم انهم يروحوا معاهم وبيوافقوا ويقولوا له 3 افضل من 2. وبعدها بنروح لعند ليه واللي نجحت في الهرب من الوحش العنكبوتي بس بيرجع تاني، وعلى اخر لحظة بيمسك فيها ومش بتعرف ابدا انها تهرب منه، لكن بتطلع سكينة وبتقطع ايد الوحش. ولما بتطلع من الغرفة بتقابل هيوك وبتضربه وبتكون زعلانة منه جامد لان هو كان عارف ان في وحش جوه وسابها تدخل عادي. بنشوف العم جيل هو وبنته وبيكون مصمم ان هو ينزل يساعد السكان، ولكن بتحاول بنته تمنعه، فبيعرفها ان هو جندي جيش سابق وانه مش بيخاف من اي حاجة وعنده القدرة ان هو يحارب ضد الوحوش دي. بعدها بنشوف في التلفزيون المتحدث الرسمي باسم الجيش بيعرف السكان ان الجيش مسك البلد وان هو هيعمل اللي عليه للقضاء على الوباء، بس لسه سبب الوباء مجهول، لكن لازم يحجزوا اي حد يظهر عليه الاعراض وهي انخفاض درجة الحرارة والاغماء والهلوسة سواء كانت سمعية او بصرية. وبنعرف ان الوحوش دي بتجدد نفسها بنفسها وكمان مش بتموت، لكن الحل الوحيد لموتهم هو ان في وقت محدد مش بيقدروا يتعافوا فيه ويجددوا نفسهم، وهو ده الوقت اللي لو قتلتهم فيه مش هيعيشوا من تاني. وهنا لازم نقف ونفهم هو ليه تشا لما بيتحول مش بيأذي السكان. ده بقى عشان الوحوش بتعتمد على رغبات البشر قبل التحول، يعني علشان تشا وهو بشري كان شخص طيب وعادي جدا مش بيحب يأذي حد، فبالتالي لما تحول لوحش مش هيأذي برضه. المهم بقى نكمل. بعدها بنشوف تشا وسو وكيم نازلين على السلم، ولكن فجأة بيخرج وحش وبيوقع تشا من فوق السلم وبيكون تشا غرقان في دمه وبيفتكروه مات، وتشا بيفتكر ذكرياته مع اهله وبيندم ان هو ما قضاش معاهم وقت علشان كان شخص انطوائي على طول ومش بيتكلم معاهم. بعدها بيفوق وبيكون معاه يون وهيوك وبيعرفوا ان هو وقع من الدور التاسع وفاق بعد 3 ساعات. وطبعا يا صديقي مفيش انسان هيقع من الدور التاسع وهينزف كمية الدم دي ويعيش، لكن تشا علشان بقى متحول لوحش والوحوش بتقدر تتعافى وتجدد نفسها. المهم بيقول له هيوكو ان الوضع دلوقتي ما بقاش زي الاول، فبيجمع السكان وبيعمل انتخابات على ان تشا يفضل معاهم او يطلعوه بره العمارة، والنتيجة بتبقى تعادل. والراجل العجوز ده بيكون متعصب علشان عاوز يمشي وفجأة بينزف دم كتير هو كمان، فبيقول له تشا ان هو لو مشى فساعتها هيمشي معاه. بعد فترة بنشوف مجموعة من السكان قاعدين وبيقولوا ان تشا شاب طيب جدا على الرغم من ان هو متحول، فعشان كده انتخبوه ان هو يفضل معاهم. وبعد ما فاق الراجل العجوز بنشوفه هو وتشا محجوزين في اوضه، فبيروح العجوز وبيطلب من تشا ان هو يعرفه ازاي بيقدر يتحكم في نفسه لما بيتحول لوحش. اما ليه فبنشوفها بتدور على خطيبها، وبعدها واحده من سكان العماره بتقعد معاها وبتحاول تهون عليها شويه، ولما بتديها اكل مش بتقدر ليه ان هي تاكل. بعدها بنشوف سونج ماشي وبيقابل في وشه رانج، ورانج ده هو الشخص اللي كان سونج
سونج لفه باللزق وكان عمال بيعذبه، وسو وكيم قدروا ان هم ينقذوه. المهم برضه اول ما بيشوفوا سونج بيفضل يضرب فيه، وبعدها بيروح رانج لسكان العماره وبيضحك عليهم ويقول لهم ان هو متحول علشان يحطوه مع تشا في الاوضه، وبكده يكون هرب من سونج. وقبل ما يدخلهم بيجي كيم وبيساله عن السبب الحقيقي لدخوله هنا الاوضه مع الوحش، فبيجي سونج وبيكون لسه هيضربه، لكن كيم بيتصدر له فبيقفل رانج باب الاوضه قبل ما سونج يهجم عليه. وبعدها بنشوف الطفلين بيقولوا لهان ان السيده ايم بقالها كتير جدا في الحمام وما خرجتش، فبيروح هان عند الحمام وبيشوفها، فبيلاقي ان الحمام فيه دم كتير، وده لان السيده ايم اتحولت لوحش بس على هيئه جنين. بعدها بنشوف هيوك رايح لغرفه الوحوش وبياخد تشا من هناك، وبيعرفوا ان البوابه الرئيسيه للعماره مش مقفوله كويس، وده بسبب ان ما بقاش معاهم موارد كفايه زي الخشب والحديد. وبيعرفوا ان اي وحش بيقدر يدخل للعماره ويكسر البوابه بكل سهوله، فبيسالوا تفتكر انا ساعدتك ليه وما سبتكش تموت مع انك وحش وخطر على السكان؟ فبيعرفوا انه هيبقى للمهمات الخطيره اللي ما ينفعش البشر يعملوها وهتكون خطر على حياتهم. وبنرجع بقى لهان وبيفتكر لما كان قاعد مع ام وبتوصي انها لو اتحولت لوحش يقتلها على طول، بس هان لما بيشوف الوحش على هيئه جنين بيصعب عليه جدا ومش بيرضى حتى يقتله، بس بيروح سونج على الباب اللي بيودي على سلم العماره وبيكون مقفول، فبيطلب من الحارس الواقف على الباب ان هو يفتح له. فبيجي هيوك وبيقول له الحارس هنعمل ايه دلوقت؟ فبيسمح له هيوك ان هو يفتح له الباب لان سونج قوي جامد ورجل عصابات، فكده كده مش هيمنعوه. وبيطلب هيوك من تشا ان هو يروح يجيب هان وبيعرفه انه يسيب الاطفال مكانهم. بتروح بقى مرات العجوز علشان تديله الاكل، فبيتعصب عليها وبيطلب منها انها تفتح له الباب والا هيتحول لوحش وياكلها، بس بتعرفه انها لازم تمشي على القوانين علشان ينجو بسلام. وبيجي بقى رانج وبيهديه وبيعرفه انه هو لازم يتحكم في مشاعره عشان ما يتحولش الوحش ويدمر الدنيا. وبنشوف هيوك هو وليه وبتلوم ليه على ان هو استخدم تشا كسلاح، بس هيوك بيفهمها ان تشا كده كده مش هيموت من الوحوش، وبيفهمها انه بيجدد الجروح وبيتعافى من تاني، بس هي بتصر على كلامها وبتقوله ان مهما كان المفروض ما يعملش كده. فبيعرفها انهم دلوقتي معاهم اقوى سلاح، ده غير انه بيصدمها لما بيعرفها انه زور الانتخابات، وبيقولها ان السكان كلهم اختاروا ان تشا يمشي لكن هو كان عنده وجهة نظر تانية وقرر يخليه. بنعرف ان كيم وسو هم الوحيدين اللي انتخبوا تشا، فبيقول لها ان معنى كده انهم وحوش زيهم، ولسوء حظه سو بتكون سامعه كل ده وبتشوف تشا ماشي وبيكون وراه سونج، وبنلاحظ على تشا ان عينه سودا وده معناه ان هو حاليا وحش مش بشري. وبيلاحظ تشا وحش في شقه من الشقق فبيقول له سونج يلا نقتله، بس سونج بيكون مش مبسوط فبيمسك تشا وبيضربه، لكن بعدها بيطلع الوحش من الشقه وبيكون وحش ناري قوي وبيسحب سونج لجوه الشقه، وبيحاول تشا يروح وراه ينقذه لكن مش بيقدر عشان بيرجع بشري. وفجاه بيظهروا الاتنين دول وبيكونوا معاهم اسلحه ومجهزين نفسهم لاي حرب مع الوحوش، فبتحاول البنت دي انها تضرب على الوحش بالسهم لكنه بيهرب بسرعه. وبعدها بيظهر تشا وبيعرفهم ان هو بشري عادي مش وحش، ولما بيروحوا يشوفوا سونج بيلاقوه لسه عايش فبياخدوه معاهم لشقه جيل، وبعدها بيفوق وبيكون عايز يمشي على طول، بس بنت جيل بتحاول انها تساعده وبتعرفه ان هو مصاب جامد وما ينفعش يمشي، بس سونج من غير ما يتكلم بيخرج على طول. اما تشا فهو كمان بيكون عايز يمشي، ولما جيل بيشوف الجروح بتتعافى على وشه بسهوله بيصوب عليه السلاح ويقول له انا لو كنت اعرف انك وحش ما كنتش ساعدتك، وبيطلب منه ان هو يخرج من شقته. ولما بيمشي تشا بينادي عليه جيل وبيفضل يضحك وبيعرف ان هو كان بيهزر معاه، وبيقول له انا مش خايف من الوحوش لاني كده كده ميت ومش هعيش كتير، مفيش داعي انك تمشي. وبيقول له انا عرفت ان في اطفال في الدور ال14، فبيقول له اتمنى ما تمنعش ان اروح معاك، وبيعرفه ان هو عاوز يلعب دور البطل قبل ما يموت، خصوصا ان هو كان قائد في الجيش سابقا ومش بيخاف يعني. فبيقول له تشا على فكره انت خايف وبتحاول تظهر بالقوه ومفيش حد بيحب الموت وبيرمي نفسه في الموت بايده، بس جيل بيتكلم معاه تاني وبيفهمه ان هو لازم يروح معاه وان هو عنده خطه للتخلص من الوحوش. بعدها بنشوف الراجل العجوز نايم وبتدخل عليه مراته وبيكون معاها سكينه وبتفضل تفتكر معاملته الوحشه ليها لكنها بتضعف ومش بتعمل له حاجه وبتخرج. وقبل ما بتخرج بيسالها رانج على سونج فبتقول له ان هو خرج وطلع لفوق العماره، فبيتعصب جدا خصوصا لما مش بيلاقي مفتاح شقته في جيبه. في الوقت اللي سونج وصل لشقه رانج وبيدخل جوه وبنشوف صوت كتير لاطفال وناس، وبعدها بنشوف تشا وجيل وبنته وصلوا لهان والاطفال وبيوريهم هان ام وهي وحش جنين في الحمام. وما تنساش يا صديقي ام اتحولت لوحش جنين لانها دايما كانت بتفكر في بنتها اللي ماتت، ده غير انها كانت مجنونه
عقلها صغير. المهم بنشوف كيم وسو بيعلقوا حاجة كبيرة على العمارة وبيطلبوا النجدة عن طريقها، ورانج بيعور نفسه عشان يخرج من الغرفة وبيعرفهم ان هو ضحك عليهم وان هو مش متحول وانه عمل كده كان خايف من سونج. وبيخرج وبيروح يدور على سونج وبيكون في ايده شاكوش، واول ما بيشوف سونج بيضربه بالشاكوش وبتبدأ معركة بينهم وبيضربوا بعض بكل قوة وجمدان، لكن سونج بيكون اقوى فبينزل فيه ضرب بالشاكوش لحد ما ينهي حياته، وبياخد جثته ويطلع بيها لبره وبيجيب جثة البنت والجندي ويدخلهم للعمارة وبيقفل بعدها الباب وهو براها، بس بيجي كيم وبيفتح الباب وبيرفض خروجه، وبعدها سونج بيفقد الوعي وبياخدوا جثة البنت والجندي ويدفنوهم تحت العمارة وبيبدأوا يجهزوا العمارة، وهام بيقفل كل الابواب وبيقويها كمان. نكمل في الجزء الثاني. بعد اللي حصل في الجزء اللي فات اللي هو اول المسلسل، بنشوف المرض اللي بدأ ينتشر بين الناس بسبب شوية سمك ريحتهم معفنة، واللي بدأ على طول ان هو يحولهم لوحوش، لحد ما بطل القصة اللي هو تشا بدأ كده ان هو يتحول كمان لوحش. ولكن الغريب والمميز ان هو لما كان بيتحول لوحش كان بيبقى مسالم على عكس كل الوحوش التانيين، علشان يكون هو كده الحل الوحيد للنجاة من المرض. ودلوقتي بقى ندخل على الجزء الثاني. دلوقتي جه الوقت علشان نعرف سبب الخلاف اللي كان بين سونج وكمان رانج، وبنعرف ان سنة 2000 راح رانج ولع في شقة سونج، وده السبب اللي مخلي وشه كده محروق شوية، وسونج بيتحكم عليه بالسجن 11 سنة لان كل الاتهامات ضده وافتكروا ان هو اللي ولع في شقته بنفسه، لكن اللي ولع في الشقة كان هو رانج. المهم ان سونج بيقضي المدة بتاعته في السجن وبيخرج، وبتعدي سنين كتيرة لحد ما بنوصل لسنة 2020 وبيجي واحد يعرفه ان رانج خطف بنته الصغيرة وعذبها وقتلها. ولو تفتكر بقى يا صديقي لما سونج دخل لغرفة رانج كان في صورة لبنت كده، فقرر سونج ان هو ينتقم لنفسه وللبنت دي، وده كان سبب قتل رانج على ايد سونج. وطبعا هتفتكر كل الاحداث دي في الجزء الاول اللي الرابط بتاعه موجود في الوصف. المهم ان احنا دلوقتي بنشوف سكان العمارة وبيقول واحد منهم ان لازم يطردوا سونج من العمارة لانه قتل رانج، بس بيقولوا له ان هو قتل كدفاع عن النفس، ده غير ان لولا كان زمان رانج قتل حد منهم. فبيجي لهم سونج وبتشكره الام لان هو جاب لها جثة بنتها، وبعدها بيروح سونج يدفن مفتاح الشقة بتاعت رانج جنب جثته وبياخد صورة البنت اللي قتلها رانج وبيحرقها، وبعدها بيحرق فلوس كتير جامد. ولما بيسأله كيم عن سبب حرقه للفلوس بيقول له ان هو خد الفلوس دي علشان يأدي مهمة معينة، لكنه كده كده بقى متحول وهيموت قريب. بعدها بنشوف سو وهي عينيها سودا وبتنزف دم كتير من مناخيرها، وقبل ما تتحول بيقدروا سكان العمارة عن طريق الفخاخ اللي كانوا عاملينها دي انهم يمسكوها لحد ما بترجع بشر من تاني. وليه بتاخد الفاس وبتروح تكسر قفل الشقة وبتدخل لمكتب خطيبها وبتفتكر ايامها معاه، وبنعرف ان خطيبها كان هو دكتور. وبعدها بتطلع بره العمارة وبتاخد الموتوسيكل بتاع جيل وبتمشي بيه، وبنعرف انهم حطوا قوانين للعمارة وهي ان محدش يتحرك لوحده وانهم لازم يتحركوا مجموعات والمجموعة ما تقلش عن 2. تاني قانون وهو انهم ياكلوا مرة واحدة بس في اليوم وكميات الاكل تتوزع بالتساوي. تالت قانون وهو انهم يقيسوا الحرارة كل ليلة الساعة 8. رابع قانون وهو انهم يعزلوا المتحولين. بعدها بنشوف تشا في العمارة بيساعد السكان وبيقوم بالمهمات الصعبة، وده هو تشا بطل المسلسل الوحش المسالم. بيروح يعزل نفسه على اخر اليوم، وبنشوف هان قاعد كده مع هيوك وبيقول له انهم اللي بيعملوه مع تشا ده ما ينفعش، وانهم لازم يعاملوه على ان هو بشر عادي زيهم لانه بيتحول ومش بيأذي اي حد. بس بيقول له هيوك ان تشا خطر عليهم لكنهم محتاجينه جامد. وبعدها بنشوف تشا ماسك ورقة والورقة دي فيها المهمات اللي هيعملها، فبيروح تشا وبيصنع فخوخ في كل مكان في العمارة وبيطلع لشقق السكان وبيجيب طلباتهم اللي في الورقة. وفجأة بيسمع تشا صوت والفخ بيتحرك، فبيطلع ان في وحش في الشقة، وبنشوف بنت من سكان العمارة بتزعق علشان في وحش جديد، والوحش ده بيكون الراجل العجوز اللي كان محجوز. فبتيجي مراته وبتقتله قدام الكل، وسبب قتلها ليه هو انه كان بيعاملها بقسوة طول الوقت. بعدها ليه بتوصل للعيادة بتاعة خطيبها وبتبدأ انها تدور على اي حاجة علشان تعرف مكانه، فبتلاقي المقال اللي كان منزله على النت وبتعرف ان هو اتصاب بالوباء وانتحر. وبتوصل قوات الجيش كمان لمكانها وبتقبض عليها وبياخدوها معاهم في الوقت اللي تشا بيكون في واحدة من مهماته بيواجه الوحش العنكبوت. بعدها بنشوف ليه مع الجيش وبنعرف ان خطيبها ما ماتش منتحر ولا حاجة، ده مات بسبب انهم عملوا عليه تجارب، بس بيعرفوها ان هو كده كده كان ناوي ينتحر ويموت. والمتحدثة الرسمية باسم الجيش بتقول لها انهم عرفوا علاج للوباء. واكيد اللي بيجي في بالك هم ليه القوات المسلحة في اول الفيلم سابت العالم
العالم كله وكانت عايزة تشا، بس ده علشان العلاج بيحتاج متحول مميز، والمتحول المميز ده هو اللي بيكون مسالم ومش بيأذي اي حد لما يتحول لوحش كامل زي تشا. المهم بيسألوها لو كانت تعرف اي وحش من النوع ده، فبتقول لهم انهم معاهم واحد مميز في العمارة اسمه تشا، ولما بيتحول بيقدر يقاوم التوحش ومش بيأذي اي حد، فبيتفقوا معاها انها تسلمهم تشا مقابل انها تتحرر للابد. في الوقت اللي الوحش العنكبوت قدر يسيطر على تشا، فبيروح سونج كده وكام وسو وهيوك عشان ينقذوه، بس بيلاقوا في طريقهم وحش نايم، وكان لازم ان هم يعدوا من غير ما يعملوا اي صوت علشان ما يصحاش. ولما بيوصلوا لتشا بيكون الوحش العنكبوتي وصل لهان، ولما بنشوف الوحش بيجري ورا الاطفال وبيروح هانا علشان ينقذهم، لكنه بيكون عاجز عن الحركه، والوحش اللي كان نايم بيصحى وبتدور عركه بينه وبينهم، فبيحاول هيوكو ان هو يضربه بالسهام دي ولكن مش بيتاثر، وبيبدا يزاوله عن طريق ان هو يخلي العربيات تعمل اصوات، لكن لسوء حظهم عربيه بتعمل صوت وبيكون تشا وسو وسونج هناك، بس بينقذهم هيوك وبيخبط في الوحش بعربيه تانية وبيركبوا معاه بسرعه، ولكن طلع ان هو مش وحش واحد وبنلاقي وحوش تانية جايه. البس يا معلم. بيحاول هيوكو ان هو يهرب منهم، ولما بينزلوا من العربيه بيهجم عليهم الوحش التاني، بس بيجي جيل بسلاح ناري وبيولع فيهم وبينقذهم من الموت. في الوقت اللي العنكبوت بيكون ماسك في الطفله الصغيره وبيحاول هان ان هو ينقذها، فبيصيب الطفله الصغيره وبيكون العنكبوت متعلق على حبل، فبييجوا ستات العماره وبيشدوا الحبل وبيبعدوا العنكبوت من على هان، بس العنكبوت ده بيتقل عليهم وبينزل تاني، وقبل ما يهجم على هان بيجي تشا وبيقتله بكل احترافيه كده ومزاج عالي. بعدها بيتاسفوا له السكان على انهم كانوا بيعاملوه زي الوحوش، وبتروح واحده من سكان العماره لسونج وبتقول له لو انت مش فارق معاك الموت فحاول ما تبينش ده للناس، لان غيره بيعمل كل ده بس علشان يعيش. فبيطلب منها تعالج الجرح اللي في ظهره، بس لما بتشوف الجرح بيصعب عليها. بعدها بيروح تشا علشان ياخد اكله، وبيكونوا السكان باصين عليه وخايفين، ولما بيروح علشان ياكل في مكان بيكون مفيش غيره هو وسونج بس، وبيكونوا زعلانين علشان السكان خايفين منهم. فبيجي الجيل وبيقعد ياكل معاهم، وبنشوف الطفلين مع بعض وبيطلب الولد ان هو يلعب مع اخته، لكن اخته بترفض وبتكون متعصبه جدا من التوتر لانها كانت هتموت بسبب العنكبوت. فبيجي هان وبيقول لها انها تلعب مع اخوها الصغير، فبتقول له انا هوافق ولكن بشرط، وهو انك تديني مسدس علشان اقتل به الوحوش وادافع بيه عن نفسي وعن اخويا. فبيقول لها هان لما تكبري شويه، بس بترد عليه وتقول له طب ما انا ممكن اموت قبل ما اكبر، وبتصعب عليه. في الوقت اللي واحد من السكان بيستحمى وفجاه الميه بتتحول لدم، وبيروح هيوك يعرف هان بان ما بقاش فيه ميه في العماره وان الميه كلها بقت دم، وبيطلب منه ان هو يروح معاه للقابو. ولما بيروح هناك بيلاقي 3 من السكان وبيعرفوه انهم جم هنا علشان السكان كانوا محتاجين الحاجات من العربيات، وطبعا كان ممنوع انهم يخرجوا من غير اسلحه واحتياطات. بعدها بيدخل هان وهيوك وبيقول له هيوك انهم عايزين يحولوا واحده من العربيات لعربيه قويه جدا تستحمل هجوم الوحوش، لانهم هيخرجوا بره العماره يشوفوا اي حل اللي هم فيه. بعدها بنشوف الجيش بيفرج عن ليه، بس قبل ما تمشي بتديها البنت جهاز تخليه معاها وهي رايحه للعماره علشان يقدروا عن طريقه يحددوا مكانها، وبتعرفها انهم كانوا معاهم كتير جدا من المتحولين المميزين لكن بيعيشوا سالمين لمده 15 يوم بس، وبعدها بيتحولوا. وتشا عدى عليه 15 يوم من غير ما يتحول، فعلشان كده العلاج هيكون عند تشا. وبنشوف واحد من سكان العماره بيدور في ورق هيوك وبيعرف من خطتهم ان ولا في ميه ولا اكل، وانهم هيخرجوا ويهربوا من العماره. ده غير انه شاف هان وهو بيظبط لهم العربيه، فبيروح لهم وبيتخانق معاهم ويكون فاكرهم هيخرجوا ويهربوا، لكنهم في الحقيقه هيخرجوا من العماره علشان يشوفوا اكل وميه لكل السكان. فبيجي سونج وبيضربه علشان يسكت، وبيجي جيل يتفاهم معاه ويهديه، وبعدها بيتجمعوا بيعرفهم هيوك انهم هيخرجوا علشان مصلحتهم. فبيسالوا واحد من سكان العماره عن الناس اللي هيخرجوا، فبيقول لهم ان الاكفأ هو اللي هيخرج علشان نسبه نجاح المهمه دي تكون كبيره. وبعدها بنشوف هيوك مع سونج وبيختاروا علشان يكون هو القائد للمهمه. وبعدها بيجي الراجل اللي اتخانق فيهم وبيتاسف لسونج، وكمان سونج بيتاسف له. وبعدها بنشوف يون في الحمام وبتيجي سو تخبط عليها لكنها بترخم عليها ومش بترضى تطلع لحد ما سو تفقد الوعي. وبعدها بيحاول هيوك يكشف عليها ويعرف انها مصابه بالتهاب في الزايده، وبيسالوه ازاي عرفت، وبنعرف ان هو متخرج من كليه طب، وبيقول لهم ان لو الزايده انفجرت هتبقى كارثه. ده غير ان هو مش مهيأ انه يعمل عمليه زي دي دلوقتي، ولكن بيفضلوا يشجعوه كتير. وبيروح يسالها فبتقول له من الافضل ان هو يحاول، فبيوافق هيوك وبيطلب منهم مستلزمات العمليه، وبيتطوع تشا وسونج وبنت جيل انهم يروحوا يجيبوا الحاجات اللي عايزينها من المستشفى، وبيركبوا العربيه وبيتحركوا. فبيفتكر تشا ان النهارده يكون 25 في الشهر وهو اليوم اللي المفروض ينتهي
بينتحر فيه، وبيفتكر الموقف اللي بسببه وصل للدرجة دي من الوحدة، وهو لما كان في المدرسة الطلاب بيتنمروا عليه وهو بيضربهم وهم بيضربوه، وكان في طالب معين بيكرهه وكان هو السبب في التنمر عليه. وبتعدي الايام وكل يوم تشا بيتضرب، ولما كان بيروح لاهله ما كانوش بيهتموا، فعلشان كده كان بيبعد عن اهله، لحد ما في يوم ابوه جه للمدرسة، وعلشان الولد اللي بيتنمر عليه ابوه يبقى هو المدير بتاع الشركة اللي ابو تشا شغال فيها، ساعتها ما قدرش يعمل حاجة علشان يحافظ على شغله. وفي مرة الواد المتنمر كان واقف على طريق سريع وبيخلي صديق تشا يعدي الطريق من غير اي حذر، فبيتعصب تشا وبيروح يزيح المتنمر عن الطريق، وطبعا بعدها ابوه بينطرد من شغله وام صاحبه بتتقتل، فبيقرر ان هو ينتحر، لكن محاولة انتحاره بتفشل. وبنرجع للحاضر وبيخرجوا من العمارة بالعربية، لكن لما بيخرجوا العربية بتتقلب بيهم بسبب وحش قوي جامد، وبيحاول تشا ان هو يهاجمه، لكن الوحش بيكون اقوى منه بكتير، فبتيجي ليه عربية مطافي ضخمة وبتخبط فيه، وبتحاول انها تخلص على الوحش لكنه بيكون اقوى منها بكتير، فبيجي جيل وبيرمي عليه مولوتوف بيحرقه، لكن النار مش بتأثر فيه كتير. في الوقت اللي سونج بيحاول ينقذ بنت جيل من العربية وهي بتكون فاقدة الوعي، فبياخدها من العربية وبيبعد عنها علشان هتنفجر، ولحسن حظهم العربية بتتفجر في الوحش وقوته بتضعف لحد ما بتيجي ليه من تاني وبتخبط فيه بالعربية وبتوقعه من مكان عالي، وبعدها بتقع عليه عربية مولعة نار وبتخلص عليه خالص، وهيوك بيكون خلص العملية. ولما ليه بتقابل جيل بتتأسف له لأنها ما رجعتش بالموتوسيكل بتاعه، وبنعرف إن جيل هو كمان نزف دم من مناخيره، وبكده هو كمان بقى متحول. وبعدها بتروح تسأل على تشا وبتسأل هيوك إذا كان اتحول لوحش ولا زي ما هو، بس مش بيرد عليها. وبنشوف بنت جيل فاقت وبقت زي الفل، وبيجي جيل يطمن عليها وبيكون طبعا زعلان لأنها خرجت معاهم وعرضت نفسها للخطر، وبيديها بخاخ لأنها مريضة بمرض الربو. وبنعرف إن اللي جاب له البخاخة دي هي ليه لما خرجت، وبنشوف ليه مع تشا وبتعرفه إنها قالت للجنود بتوع الجيش عليه لأنهم بيدوروا على حد زيه، وبتعرفه إن العلاج في إيده هو، وإن كمان خطيبها مات بسبب الجيش، وبتتأسف له لكنها بتقول له إنها كانت لازم تعمل كده علشان تعيش. وبعدها بنشوف واحدة من السكان وهي الست اللي قتلت جوزها بسبب معاملته الوحشة ليها، بتروح للسكان وبتقول لهم إن جه الوقت اللي تخرج فيه من العمارة، وده بسبب إنها متحولة ومش هتقدر تمسك نفسها زي تشا، وإنها بتشكل خطر كبير عليهم. لكن السكان مش بيوافقوها في الرأي وبيقولوا لها إنها تقعد مع تشا في غرفة الحجز، وده بيبين مدى حب السكان لبعضهم. بعدها بتروح لغرفة الحجز وبتقابل تشا هناك، وبنشوف ليه وهي بتفتكر لما البنت بتاعة الجيش عرفتها إن خطيبها عايش وإنها تعرف مكانه، وده غير إنها لو ساعدتهم يوصلوا لتشا هتعرفها مكانه. وبتفتكر إنها حامل وإن ابنها محتاج لأبوه، وفجأة بيدخل عليها حرامي ومعاه سلاح، بس بتعرف تتعامل معاه وبتثبته. وبعدها بنشوف السكان قاعدين وجيل بيحكي في أمجاده في الجيش، وبيعرفهم إن في جنود أعداء كتير دفنهم بإيده تحت العمارة. وفجأة بتدخل عليهم ليه ومعاها الحرامي، بس مش بيطلع حرامي وبنعرف إن هو جندي في الجيش، وفجأة بينزف دم وبيتحول وبيفضل يقول لهم اهربوا. بعدها بتفوق سو وبيكون بقى كيم قاعد جنبها وبتشكره لأنه فضل جنبها لحد ما فاقت، وبكده تكون خفت والعملية كمان نجحت، فبتطلب منه يعلمها القتال بالسيف، فبيوعدها أول ما تتحسن هيعلمها. في الوقت اللي بنعرف فيه إن الجندي فاق من تاني بتحاول ليه تعرف سبب مجيئه، فبتسمع من اللاسلكي بتاعه قوات الجيش بتحاول تتواصل معاه، فبيحاول إن هو يهرب ولكن بيمنعوه، فبتكسر ليه اللاسلكي وبتطلب من هيوكو إنهم يحوشوا يافطة الاستغاثة، وبالفعل بيطلعوا تشا وسونج يحوشوها، وبتروح ليه تقعد مع الست المتحولة وبتقول لها الست إنها هتعافر قدام التوحش علشان تشوف ابنها لما يتولد، فبتعرفها ليه إنها تقدر تبقى زي تشا لو قعدت أكتر من 15 يوم، بس قبل ما بتخلص كلامها بتنزف دم كتير وتتحول. في الوقت اللي تشا وسونج بيكونوا نازلين من السطح وبيشوف الحارس متحول لوحش وماسك سلاح في ايده، وبيركب الحارس الاسانسير فبينزل وراه تشا على السلم، اما سونج فبيواجه وحش تاني غيره، وتشا بيقع من على السلم رجله بتتكسر فبيزحف على الارض بسرعه عشان يلحقه، والحارس بيوصل لواحده من السكان وبيكون لسه هيهجم عليها، بس بيجي كيم وبيمنعه بالسيف بتاعه وبيتقاتلوا هما الاتنين مع بعض، لكن للاسف دراع كيم اللي ماسك بيها السيف بيتقطع، بس بيقوم من تاني وبيمسك السيف بايده التانيه وبيفضل يطعن في الحارس، وبعدها بيروحوا جوه الاسانسير وبيفضلوا يضربوا في بعض، وتشا بيوصل بس متاخر، وبيكون واحد من السكان ماسك مولوتوف في ايده، فبيطلب منهم كيم انهم يرموه عليه ويخلصوه من العذاب اللي هو فيه، فبياخدها هيوك وبيرميها عليه، وبيموت كيم الشخص الطيب اللي كان كل السكان حبوه، وبيكونوا السكان كلهم زعلانين وبيعيطوا عليه،
وبعد ما بيدفنوه بتيجي سو وبتعرف اللي حصل، فبتنهار من العياط وبتفتكر لما كيم اعترف لها بحبه ليها ووعدها ان هو هيتجوزها لو نجوا من اللي هم فيه. وبتيجي يون تحاول تهديها وتهون عليها، بس بتعرفها سو انها عمرها ما حبت حد قده، وبتمسك السيف بتاعه وبيكون مكسور، فبتفتكر كيم وهو بيحارب بيه وكان قد ايه محترف في مسكه. وبعدها بنشوف سونج قاعد جنب قبره وبيكون حزين جدا عليه علشان كيم كان سبب في ان سونج يصلح من نفسه، وده غير بقى ان سونج بطل السجاير بعد ما كيم قعد معاه وقال له ان هو هيساعده في ده. وبنشوف عربية جيش متدمرة والجنود مرميين على الارض، وبتقول لهم البنت دي انهم يحرقوا الجثث بتاعة الجنود، في الوقت اللي جيل بيقول لي ان افتكر ان في نفق تحت العمارة دي وانهم لازم يلاقوه علشان يهربوا منه لو اي حاجة تانية حصلت. وفجأة بقى بنشوف عربية مصفحة ماشية بسرعة جنونية وبتدخل العمارة بكل غشومية، وبينزل منها عصابة مسلحة، واول لما بينزلوا بيروحوا للجندي اللي دخل ليه قبل كده، وبنعرف ان مش جندي في الجيش ولا حاجة وان هو تبع العصابة ودخل العمارة علشان يهرب منهم. وبعدها بيقطعوا صباعه وبيحاولوا يفتحوا بيه الشنطة بس مش بتفتح، فبيروح واحد منهم يرجع الشنطة للعربية من تاني، فبتقوم ليه واخدة الشنطة علشان تعرف ايه اللي فيها. بعدها بنشوف العصابة بتجمع في سكان العمارة وبيرسموا دايرة على الارض، وبيقول لهم زعيم العصابة اللي هيخرج منها هنسفه، وعلشان يثبت كلامه لما بتطلع بنت من الدايرة على طول بينسفها. وبعدها بيسأل هيوك عن الاحوال بره العمارة، فبيعرفوا ان الكل بره ميت زي الفل، في الوقت اللي سونج وليه اشتبكوا مع باقي العصابة وبيخلصوا على 2 منهم وبياخدوا اسلحتهم. وبيقول زعيم العصابة ان تقريبا هم بس اللي عايشين لحد دلوقتي، وبيسألهم عن القائد بتاعهم فبيقولوا له على هيوك، فبيطلب منه هيوك ان هو ينضم لعصابته لانه قدر يحافظ على السكان لوقت طويل، فبيخيروا بين الانضمام او الموت، فبينضم ليه هيوك وبيغلط في الكلام وبيعرفوا منه ان الست دي متحولة، فبيروح زعيم العصابة وبيقتلها. في الوقت اللي ليه وسونج لقوا الطفل وهو مستخبي وبيكون زعلان جدا وبيعيط علشان خايف على اخته، وبيعرفهم ان في وحش ساعده وخباه من العصابة. وبعدها بيروح سونج وليه ويهجموا على العصابة، وهيوك بيمسك في زعيم العصابة دي وكلهم بيضربوا في بعض والسكان كلهم بيتعاونوا مع بعض. وبعدها الزعيم بيصوب السلاح على راس هيوك وبيأمرهم يسيبوا الجنود بتاعته، بس اللي ما عملش حسابه ان الست اللي قتلها دي رجعت من تاني علشان الوحوش بتجدد نفسها وبترجع من تاني، فبتيجي تقتل واحد منهم وبعدها بتروح لهيوك لان هيوك هو اللي عرفهم انها متحولة. وبيجي تشاو بيدافع عنه وبياخد الضرب مكانه بس بيضطر ان هو يخنقها لحد ما تموت. وبعدها بيشوف الزعيم دم تشا وبيعرف ان هو متحول مميز، فبياخده على السطح علشان يتكلم معاه ويسيب جندي مع السكان، بس بتيجي ليه وبتقتله وبتحرر السكان. اما تشافا بيقفل الباب بتاع السطح ويقول لهم انه ما ينفعش يسيب حد فيهم عايش، فبيسبقوا واحد اسمه يوي وده هو يا صديقه واحد من افراد العصابه ومصاب مميز زي تشا، وبنعرف ان هو هربان من الحكومه زي تشا، فبيروح يوي يقتل الزعيم والعصابه وبعدها بيروح لتشا وبيعرفه بنفسه في الوقت اللي فيه طيارات هليكوبتر بترمي ورق للسكان، وبتعرفهم ان اللي هيبلغ عن مصاب مميز هياخدوه في ملجأ آمن يعيش فيه بعيد عن كل الوحوش. فبيعرف يوي ان اكيد سكان العمارة فيهم حد شخصيته ضعيفة وبيخاف، فممكن طبعا يبلغ عنهم، فبيقول تشا انهم ينزلوا يطمنوا على الناس اللي تحت الاول وبعد كده نشوف الكلام ده. ولما بينزلوا بيلاقوا اخر واحد من العصابة مهدد السكان وبيحاول يقنعهم بانهم يبلغوا عن تشا ويوي، بس بيوصلوا الاتنين وبيكونوا مصوبين عليه الاسلحة، ودول بيطلبوا منه ان هو يرجع لهم تاني ويسيب يوي، بس تشا بيعرفهم ان يوي معاهم ومش ضدهم، لكن ليه بتقول له ازاي تثق في واحد قتل فريقه، بس بيخليهم ينزلوا اسلحتهم. وبعدها بيقعد يوي معاه وبيعرفه اللي حصل معاه من قوات الجيش، وبعدها بيقول له على خطته الجايه وبيعرفه ان هو هيدور على المصابين المميزين اللي زيهم ويطلب منه ان هو يساعده في رحلته وخطته الجايه. وبيقابله هيوك وبيساله انت هتفضل هناك كتير، فبيقول له ان هو هيمشي قريب، وبتساله ليه عن مخططات الجيش، فبيقول لها انه عرف ان الجيش ناوي على خطه جديده هتدمر العالم كله اكتر من ان هو متدمر، ده غير بقى انهم هيقتلوا كل البشر علشان هما مش عارفين مين البشري ومين المتحول. بعدها بتروح ليه لهيوك وبتعرفه باللي حصل معاها من الجيش وبتوريه الجهاز اللي خدته من الجنديه بتاعه الجيش، وبتقول له انها المفروض تدوس على زرار في الجهاز علشان يقدروا انهم يعرفوا مكانها ويجي ياخدوا تشا، بس هيوك بيعرفها ان تشا ساعدهم كتير جامد وما ينفعش يغدروا بيه، فبياخد منها الجهاز وبيحطه في درج المكتب وبيكون واحد من السكان شايفه، وزي ما توقعت بيروح ياخده في الوقت اللي هان بيكون قاعد لوحده لانه مصاب وفجأة ما بيقدرش يتحكم في نفسه ويتحول لوحش،
وفي الوقت اللي جيل لسه بيحفر وبيدور على النفق، سونج بيكون ماشي وبيلاقي بخاخة بنت جيل مرمية على الارض، فبيعرف ان دلوقتي في خطر وبيروح لها بسرعة وبياخدها وبيكون هيخرج من العمارة علشان يروح للمستشفى، بس يوي بيمنعه وبيفتكروا رايح يبلغ عنه هو تشا، بس تشا بيجي وبيتفق معاه يسيبهم يروحوا معاه ويساعدوه في خطته، ولما بيسيبهم يمشوا بيطلع المسدس وبيضرب عليهم نار ويخلص عليهم، وبعدها بيضرب ضربة عشوائية في كل السكان، فبيهجم عليه تشا ويوقعه، وبعدها بيثبتوا يوي وبيعرفوا ان هو اتحول لوحش ودخل في جسم الست اللي تشا موتها، وان هو كان هيقتل باقي السكان عن طريقها لولا ان تشا لحقها وقتلها. ولما تشا بيسمع كده بيتعصب جدا وبيبدأ ان هو يتحول لوحش، ودراعه كلها بتبقى عبارة عن سكاكين وبيهجم على يوي وبيفرتك الجسم كله، وبعدها بيكون مش مسيطر على نفسه والوحش اللي جواه بقى هو المسيطر، فبيجي هان وبيحضنه وبيفضل يتكلم معاه لحد كده ما بيرجع من تاني لوعيه، وبيفضل يعيط علشان هان لما حضنه السكاكين اللي في دراعه دخلت في جسمه ومات. وبعد فترة بيفوق تشا وبيبص على هان بس بيكون مش فاكره، وواحدة واحدة بيفتكره وبيزعل اكتر، وسونج وبنت جيل بيموتوا بره العمارة بسبب الرصاص اللي ضربوا يوي عليهم، والاطفال بيكونوا خايفين جدا وزعلانين على موت هان، فبيروح جيل وبيفتكر من يومين ان هان اداله مفتاح شقته وقالوا ان هو سايب للاطفال هدية في الدولاب، فبياخد جيل الاطفال وبيطلعوا ويديهم الهدية وبيحاول انه يفرحهم، وبتكون دي اخر مرة يشوفوا فيها جيل، لان تاني يوم بيروحوا الاطفال علشان يصحوه بيلاقوه مات، وبعدها بيعملوا له جنازة ويدفنوه، وهم بيدفنوه بنعرف انه قبل ما يموت لقى النفق اللي كان بيقول لهم عليه. والوحش بتاع يوي بيرجع من تاني بس بيدخل العربية وبيمشي، في الوقت اللي بيوصل الجيش للمكان وبيحاصروا العمارة من كل مكان، بيقولوا لهم يسلموا تشا مقابل انهم يكونوا في امان، وتشا بيسلم نفسه وبيكون طلع لهم، ولكن السكان بيمنعوه وبيعرفوا انه واحد منهم مش من السهل انهم يفرطوا فيه، وواحد من السكان بيحاول انه يهرب لوحده، فبينزل للنفق، ولما بيفتح الباب اللي هيخرجه للشارع بيطلع فخ، وبنعرف ان المكان فيه الغام من ايام الحرب، فبينفجر النفق وبيسمع الجيش صوت الانفجار، فبيفتكر ان السكان معاهم اسلحة وبيبداوا ضرب النار على كل السكان، فبينزلوا بسرعة للنفق وتشا بيسيبهم وبيطلع من العمارة، ولما السكان بيعرفوا انه مش معاهم بيقرر هيوكي يطلع له وبيحاول يتكلم معاه، ولكن تشا بيكون مش في وعيه، واللي متحكم دلوقتي الوحش، في الوقت اللي العمارة بتبدأ تقع فيه، وهيوك مش بيقدر يرجع لهم للنفق تاني، وبتكون دي نهايته، ويكون قاعد ماسك صورته هو ويون وامه وابوه، وبعدها بينزف دم وبنعرف ان هو كان مصاب، وبتنهار عليه العمارة، وتشا بيكون طالع يسلم نفسه، وبنشوف المشهد اللي كان في اول الفيلم، وبيبدأوا ضرب عليه الرصاص، وتشا عمال يفتكر ذكرياته مع سكان العمارة، وبعد كام يوم كده بالتحديد 30 سكان العمارة بيوصلوا للنهاية بتاعة النفق، وبيلاقوا مكان الخروج على الشارع، ولما بيخرجوا بيلاقوا الجيش مستنيهم، وبياخدوا من ليه الشنطة اللي كانت مع العصابة، وبيركبوا السكان عربية، لكن ليه مش بتركب معاهم علشان هي انضمت للجيش وبقت واحدة منهم على امل انها تلاقي خطيبها. وفي اخر الموسم الاول كده بنلاقي ان تشا راكب في عربية وموجود معاه شخص تاني، والشخص ده بيكون هو الوحش بتاع يوي ولكن موجود في جسم تاني، ولحد دلوقتي مش عارفين الاتنين دول ناويين على ايه، هنشوف بقى في الموسم التاني. اشتركوا في القناة وشغلوا زر الجرس وبس كده.